واحد القضيه بغيت نفهم انا. هاد قطر فين باغا توصلي؟ غليزان سيمانه والشعب كيعوم في الغيس بحال الجراد، سيمانه وهما كيعيشوا في الغيس. الفيضانات مشى لهم رزقهم، 4 ايام بالجوع، وقفت القرايه بالعطش وما كانش فين يسكنوا. الجزائر ما هضراتش، ما قالت والو، سكتات. ولكن فاش وقع الارتفاع منسوب المياه في القصر الكبير قسمت التلفازه على 6، ولات كتنقل داك الشيء حصري. الفيضانات في المغرب، الفيضانات في القصر الكبير، الشعب يعاني، الشعب مهمش، الشعب. علاش ما هضرتوش على غليزان؟ وبالتالي كنقول انا الجزيره قطريه هي الجزائر. راه قطر والجزائر الخبث والخبائث. راه قلتها في واحد الفيديو قديم، الجزائر وقطر الخبث والخبائث، الشياطين ديال العرب. عوض ما يتلهاو برزقهم ويمشيو يعتقوا الناس اللي حاليا دابا باقيين كيعانيو، ما لقاوش فين يسكنوا، ما لقاو ما ياكلوا، وما لقاو ما يشربوا، والقرايه مقطوعه. ولكن هما فاش يلاه ترتفع منسوب المياه في القصر الكبير اوتوماتيكمون مشاو للقنوات ديالهم كينشروها. وبالتالي خويا المغربي ما كاين لا قطر لا الجزائر لا براني لا عرب، خوك هو المغربي وحبيبك هو المغربي. سالينا هاد الهضره كنقولوها مرارا وتكرارا، وكنجيبوا لكم الادله والدلائل باللي راه حنا مستهدفين. شتي الهضره كتقولها الجزائر نحن مستهدفين وعلينا مؤامره؟ والله ما عليهم، هذا الشيء كيقولوا راه علينا حنا، متآمرين علينا، مستهدفيننا ويحاولون تشويه صورتنا وصوره بلدنا. وبالتالي كنقول لكم والله ما تربحوا شي حاجه، او والله ما تربحوا. مادام عرف لكم انكم اعداء الوطن، مادام عرف لكم انكم تريدون المساس بالوحده الترابيه والمساس بالشعب المغربي وبالدوله ديالنا الحبيبه، فمن عرف كيفاش كتعرف عدوك كترتاح. وحنا ارتاحينا حيت عرفنا الاعداء ديالنا قطر والجزائر، الخبث والخبائث.